تجربة المنتجات العراقية للشبس. شبس أميسة، شبس التماسي، شبس سناجك، شبس التماسي، شبس مايكرون. هسه نبلش اول شبس التماسي بطعم الدجاج. بسم الله. ولو الدجاج ما احبه بس طيب والله، طعم لذيذ. الشبس الثاني سناكنز، نجرب الطعم. والله طيب. هذا الفلاح جاي يبيعون بيه بالسوق برا بالزيارة، تلقوه هذا دامع. تقييمي إلى هذا 8 من 10، لأن أكو شباس أطيب، وذاك اللي قبل الدجاج ما قيمته نسيت. تقييمي إلى 6 من 10. ننتقل للشبس الثالث اللي هو اسمه أمسية. هذا بالفستق، هذا الفستق أحبه، راح أقيمه تقييم حلو. والله تقييم لهذا الشبس 9 من 10، طعمه طيب. رقم 4 التماسي، خلينا نشوف الطعم. هذا بالفلفل نصلخنا، اشرب عصير وياه يصلخ. هاي من بصرة، جيب اللي يفتحها. سرقنا اخوان. هذا اعتقد ندير شوية من عنده افضل. اخوان تقييمي لهذا الشبس 4 من 10، زين جدا حار، ضايفين له فلفل هواي كلش حار. رقم 5 ماي كورن طعم البيتزا، على شكل حلقات يجي. ما احب البيتزا والله اخوان. بالنسبة لي هذا حرامات تطي 4 من 10 ولا 3 من 10، 2 من 10. هذا ابد مو طيب، طعمه مو طيب. حمسنا حمس. بالمناسبة لا تنسونا من اللايك والمتابعة، ترى ابو المحل بتانيني بالباب جاي من بالدين. يلا حطوا لي لايك واشتراك بسرعة. تجربة المنتجات العراقية للشبس. شبس أميسة، شبس التماسي، شبس سناجك، شبس التماسي، شبس مايكرون. هسه نبلش اول شبس التماسي بطعم الدجاج. بسم الله. ولو الدجاج ما احبه بس طيب والله، طعم لذيذ. الشبس الثاني سناكنز، نجرب الطعم. والله طيب. هذا الفلاح جاي يبيعون بيه بالسوق برا بالزيارة، تلقوه هذا دامع. تقييمي إلى هذا 8 من 10، لأن أكو شباس أطيب، وذاك اللي قبل الدجاج ما قيمته نسيت. تقييمي إلى 6 من 10. ننتقل للشبس الثالث اللي هو اسمه أمسية. هذا بالفستق، هذا الفستق أحبه، راح أقيمه تقييم حلو. والله تقييم لهذا الشبس 9 من 10، طعمه طيب. رقم 4 التماسي، خلينا نشوف الطعم. هذا بالفلفل نصلخنا، اشرب عصير وياه يصلخ. هاي من بصرة، جيب اللي يفتحها.
احترقنا اخوان. هذا اعتقد ندير شوية من عده افضل. اخوان تقييمي لهذا الكبس 4/10. زين جدا حار، ضايفين له فلفل هواي كلش حار. رقم 5 ماي كورن طعم البيتزا، على شكل حلقات يجي. ما احب البيتزا والله اخوان. بالنسبة لي هذا حرامات تطي 4/10 ولا 3/10، 2/10. هذا ابد مو طيب، طعمه مو طيب. حمسنا حمس. بالمناسبة لا تنسونا من اللايك والمتابعة، ترى بالمحل بتانيني بالباب جايبين بالدين. يلا حطوا لي لايك واشتراك بسرعة.